السلام عليكم، كيف عيدكم مبارك. ربي يتقبل منا ومنكم القيام وصالح الأعمال، وينعاد علينا وعليكم بالصحة والعافية، وكل عام وأنتم بخير إن شاء الله. اليوم وصفة قنبلة بمعنى الكلمة، واللي هي العسل. هذه الوصفة مختلفة على باقي الوصفات تاع العسل في اليوتيوب، في تحضيرها وفي كثافتها. يعني نتحدى أي واحد ولا وحدة دار ولا دارت هذه الوصفة حصريا من عندي فقط. نروح نشوفوا واش كاين في الوصفة، دائما مع قاطو الجروة بنت زمان. بسم الله. عندنا 3 كيلو سكر كريستاليزي، ومقدار تاع 3 حبات شب، حجم حبة الحميصة. يعني كل 1 كيلو سكر مقدار حبة شب، حجم صغير كما حبة الحميصة. ولتر واحد من الماء فقط، ني زيادة ني نقصان. نروحو لطريقة التحضير. في طنجرة ندير شوية سكر، حوالي كاس ولا ناقص شوية من هادوك 3 كيلو، ونحط الشب، ونزيد الماء من هاديك الريتلة، شوية برك تاع الماء، ونخلطهم على نار متوسطة حتى نتحصل على كراميل فاتح اللون. الخليط تاعنا راه يغلي، راح يتشكل معنا كراميل. هنا الكراميل راه بدا يوجد. والسر الأول هو أنه الكراميل نخليها لونها صفرة، ماشي غامقة رايحة للمارون بني. يعني اللون في الطنجرة راه باين، والطريقة راهي واضحة ومفهومة. كي تشوفوها خلاص ولات صفرة، نضيف الماء اللي بقالي من الريتلة والسكر اللي بقالي من 3 كيلو. ونكمل نخلط، وإذا تقدروا تزيدوا للنار زيدوا لها شوية. ونبقى نخلط مليح، ما تغفلوش على العسل. كما تعرفوا العسل الخداع، يعني نتوما تدوروا منه هو يفيد. سيرتو في هذه المرحلة خليكم هنا، باسكو هذا هو السر الثاني تاع الوصفة. كما راكم تشوفوا هنا العسل راه بدا يغلي، وكي يغلي يعني يحكم الغلية، وتبدا الغلية تطلع معاكم كلي راح يفيد. هنا نطفي عليه ونخليه يبرد تماما،
ماشي نقصلو النار ونخليه يكمل طيابو 20 دقيقة و30 دقيقة كيما باقي الوصفات، باسكو العسل تاعنا بمقادير مضبوطة، يعني غير يغلي نطفي عليه بلا زيادة ونخليه يبرد مليح باش يحكم روحو. هاو العسل تاعنا بعد ما بات وحكم روحو، شوفوا القوام ديالو يجي تقيل وماشي خفيف ويشد لكم لأطول مدة، ويعني ديروا به كلش، تعسلوا به جميع الحلويات سيرتو المقروط، راح يزيد له بنة على بنة، صدقوني خير من اللي يتباع. شوفوا لي هذاك اللون العسلي الله يبارك. سبقت لكم بالعسل باسكو راهم جايين وصفات نستعمل فيهم هاد العسل كيما المقروط، مالا خليكم معانا ونطلب منكم تجربوه. جربوا هاد العسل، متأكد راح يعجبكم، وقولوا لي رايكم في التعليقات. ومن هنا نقول خلي طيابك ديما في القمة وبالشان والهمة، فضلا وليس أمرا منكم الإعجاب والاشتراك، ومن الوصفات الجيدة اللي توالم مقامكم. قاطوا الجروة بنت زمان، في أمان الله، سلام.